احتضنت المدينة الحمراء مساء أمس الجمعة انطلاق فعاليات الدورة 21 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. هذا العرس الفني الذي يعد حدثا سينمائيا بارزا في المغرب والعالم، والذي ستستمر أنشطته إلى غاية 9 من شهر دجنبر القادم. وتحت سماء مراكش الساحرة توافد عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم لتسجيل حضورهم في حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية التي باتت موعدا سنويا لا يفوته عشاق. كما خصص المهرجان تكريما لثلاثة أيقونات سينمائية، هي المخرج الكندي ديفيد والممثل الأمريكي شون بين، وكذا الفنانة المغربية الراحلة نعيمة المشرقي التي أثرت السينما الوطنية بأعمالها.